الله فيك خويا العزيز. وراه في الحقيقه هذا الشيء كيضر في القلب اصاحبي. شوف هذا راه ديال اليوم، غير الاتفاقيه القدس، راه غير الاتفاقيه كانت اتفاقيه الصيد البحري. اليوم روسيا كتجدد الاتفاقيه ولكن كتشمل فيها الاقاليم الجنوبيه، ماشي مختصه غير بالصيد البحري، وانما اتفاقيه غتكون من اجل يعني الاتفاقيه ديال الاستثماريه كتخص حتى الاقاليم الجنوبيه، اي بمعنى الاعتراف ديال روسيا من خلال الاتفاقيه اللي وقعت عليها اليوم بمغربيه الصحراء. ودونالد ترامب في الاتصال ديالو كيوعد الملك محمد السادس انه غادي يفتح القنصليه، وراه غيفتحوها في هذا الشهر ولا نقولوا في الشهر المقبل، وكيجدد دونالد ترامب الاعتراف ديالو بمغربيه الصحراء. وحتى انه كانت واحد الدراسه في واحد المعهد امريكي كيقولوا على ان دونالد ترامب غادي يسحب الدعم ديال غادي يسحب بعثه المينورسو من الاقاليم الجنوبيه، وذلك من خلال سحب الدعم على بعثه المينورسو. يعني ملف الصحراء سيخرج من دواليب الامم المتحده وانتهى الموضوع. وهذه هي الهديه اللي كيرد ترامب الملك المغرب نصره الله مني كنخرجوا دوك الانصار ديالو في البيت الابيض اخويا ياسر، وكانوا داروا دوك المظاهرات ووقعوا فيها الموت واعتقالات، وكان حتى ذاك المحامي اكبر محامي يعني اللي كاين هو الزميل ديال ترامب، وكانوا وقع هذا المشكل هذا في دوك يعني كانوا كاع تقريبا وقفوا لي الحسابات ديالو، وقفوا لي بعض المؤسسات الشركات الحسابات البنكيه ديال ترامب. وبخصوص هذه المساله هذه بزاف ديال الرؤساء يعني لا في افريقيا ولا في امريكا ولا في امريكا اللاتينيه ولا في اوروبا كلهم ناضوا كانوا ضد ترامب. يعني كل شيء كيظنوا بانه راه غادي يقدر يدخل الحبس على ديك اللي سميتو. وشكون اللي كان فاش مشات السفيره ديال المغرب الا راني عاقل، مشات السفيره ديال المغرب باكبر وسام ملكي كانت تعطى لترامب في هذيك اللحظه. يعني الا تبعتيها اخويا كمان عندها حتى هي واحد السر عجيب، يعني هذيك بوحدها يقدر ترامب يدير عليها شي حاجه اللي ما طيح حتى شي واحد على بالو. شكرا لكم. نعم بارك الله فيك. غادي نمشيو لعند زينو. بون السلام عليكم، تحياتي صحافة. وعليكم السلام يا صحافة الخير. بسول الخوت بارك الله فيكم. راه غادي مزيان التكبيس بارطاج مزيان. انا عندي واحد النقطه كملاحظه ومن بعد نقول الكلام اللي حاب نقوله. اولا سي ياسر، احنا في الجزائر نشوفوا على انها الدوله العثمانيه كانت منقذ لنا، انت تعتبرها العكس. صحيح احنا ذكرنا بلي كان عندها ايجابيات وسلبيات، ولكن في المقابل انا نسالك اليست لا الياقوت من اصول تركيه؟ اظن انه كان ملك مغربي كان عنده 4 زواجات، واظن انه واحده فيهم كانت من اصول تركيه. وهذا موش طعن في شكون هي اظن من التي كانت من اصول تركيه؟ اظن لا ياقوت، اظن اسمها لا ياقوت، اظن مش متاكد لكن اظن انه كانت فيه واحده من لا ياقوت زوجه ديال من؟ اظن السلطان مولاي حسن اظن او شيء مثل هذا القبيل، مش متاكد في المعلومه، مش متاكد. اذا كان يعني شوف انا في حاله وحده، شوف في حاله وحده لكن ايش مشكله يا سير؟ لا غير اسمعني، غير اسمعني. اذا كان الاتراك امازيغ فان سلاطين المغرب تزوجوا منهم، لاننا نحن نعلم كمغاربه ان جميع السلاطين المغاربه كلهم تزوجوا بامازيغيات. لكن ما هيش مشكله حتى وانها انا اظن انه كان فيه ملك مغربي او سلطان مغربي، اظن كانوا عنده 4 زواجات، انا مش متاكد 100%، لازم نراجع هذه المعلومه. واظن كانت واحده من هذه الزوجات تركيه، ولكن ما هيش مشكله يعني. حتى ربي يقول خلقناكم شعوبا وقبائل تتعارفوا، ما هوش مشكله وما هوش حرام حتى في الدين تاعنا، ما هيش حرام في الزواج يعني. اولا هي مسلمه، وثانيا حتى ولو كانت مسيحيه او يهوديه فهي من اهل الكتاب، ففيه شروط تتوفر للزواج، انت تعرفها بانك مقيم في امريكا، تعرف هذه الامور احسن من الخاوه اللي متواجدين على الجزائر او على المغرب. انا كذلك عارف، لكن هذه مش النقطه، انا فقط ملاحظه. اليوم والله العظيم انا شفت في الاخبار المغربيه كارثه، اعتبرها كارثه بما انك تتكلم على الاسلام وعلى الدين. فوجدت انه الزلزال الذي تضرر منه الشعب المغربي انه الضحايا منهم، وفيه قاصرات للاسف، فيه ناس تتاجر بالزواج بالقاصرات. وكما انك تتكلم عن الاسلام والدين والائمه، انا اسالك بالله عليك اين هو اسلامكم من هذه الكارثه اللي فيه بعض الجهات اللي تستغل القاصرات في الزواج؟ وانت تعرف انه ديننا يحرم ذلك قطعيا، يعني ما فيش نقاش. فنتمنى انك ربما تقول باللي فيه نقائص، وانك ربما تقول بعض النقاط اللي عندك ناقصه في المغرب او تعترف بها اذا كانت عندك الجرأه اخي الكريم.
والله مش متاكد، لكن انا ابحث سوف ابحث مواطنه مغربيه لاله الياقوت، هي زوجة مولاي يوسف، وهي محمد الخامس، وهي جدة الحسن الثاني. سوف ابحث. نعم. لان انا كانت عندي معلومه لكن مش متاكد شو اسمها. انا اظن انها لاله الياقوت او اظن هي من لاله الياقوت كانت زوجة السلطان مولاي يوسف، وهي من مواليد اقليم الحوز بالقرب من مراكش. ماهيش مشكله، انا سوف اراجع ياسر. انا نجاوبك، انا الدنيا هانيه الى اتصابت تركيا راه ما عنديش مشكله. انا قلت ايوه انا قلت بالحرف الواحد اني فيه اظن انه فيه كانت فيه زوجه من زوجات السلاطين المغرب، اظن انها من اصول مغربيه، اصول تركيه. انا سوف ابحث عن الموضوع. الا وجدتي سلطان مغربي مزوج من غير من المغرب، سلطان مغربي حكم المغرب ومزوج من غير المغرب، مرحبا نديروا عليها حلقه خاصه. ما كاش هذه انا اظن انه من الغباء حتى نتكلموا في الموضوع هذا، لان فين المشكله؟ يعني انا موش ضدها، فقط اذا ما عنديش. انا انت اللي خالق المشكله، انا غير جاوبتك. انا ما درت لا مشكل لا والو، انا مجرد يعني انت اتيت بالمعلومه، انا جاوبتك على المشكل وما عنديش المشكل. اوكي، ولكن اذا وقع ذلك فهذا يعني أن الدوله العثمانيه نتفق على انها كان عندها ايجابيات وسلبيات، وهذه من الاثر. يعني انا الذي اعرف عن الدوله العثمانيه، انها قطعت راس سلطان مغربي، فذهب ابن السلطان المغربي فقطع راس حاكمهم في الجزائر. هذا الشيء اللي كنعرف بيننا وبينهم قطاع الريوس. شوف يا ياسر، خليني نتكلم لك انا كجزائري من الدوله العثمانيه. خليني نعطيك موقفي من الدوله العثمانيه. شوف، من اسباب سقوط الدوله العثمانيه، اسباب سقوطها هو الفساد. لو تعرف انت الانجليز كيف استعملوا الدوله العثمانيه وسبب سقوطها كان بالفساد. انا انتقد الدوله العثمانيه. مثلا تكلمت على البوسنه والهرسك، لماذا لا يتكلمون العربيه؟ انا اعطيت مثال على احمد ديدات. يعني الدوله العثمانيه كان عندها سلبيات وايجابيات، ولكن احنا لولا ربما الدوله العثمانيه، ربما انا لا اسمني دافيد او اسمني دانيال، يعني كان عندها دور من وقف الحروب الصليبيه. ما هذا كان انا اعتبره احنا كنقطه ايجابيه في الجزائر. بالنسبه للشرق الاوسط يعتبروها على كانت مستعمره، وانا اعرف التاريخ من هذا النقطه. احنا في الجزائر او شمال افريقيا نختلف عن المشارقه، يعني الرؤيه للدوله العثمانيه، لكن انا نشوف انه كان فيها ايجابيات وسلبيات. اخي الكريم، هذا موقفي كجزائري. اما انت عارف انك دخلت في حروب مع الدوله العثمانيه وتعتبرها عدو، وانا احترم رايك اخي الكريم، هذا احترم رايك. يعني هذا طبعا لو انا كنت مثلك ربما كان عندي نفس الموقف. ولكن من جانب الجزائري هذه النظره للدوله العثمانيه اخي الكريم. يعني الدوله العثمانيه كانوا عندكم فاتحين، كانوا الدولة العثمانية بالنسبة للجزائر احنا كنا في نقطة ضعف وكنا نحتاج سند ودعم. ربما لو استندنا إلى المغرب ربما كانت غير كافية. فالدولة العثمانية كانت قوية في تلك المرحلة، واستطاعت يعني أن تصمد على الأقل ضد الإسبان وإذا ضد البرتغال. أنت تعرف التاريخ هذا ربما أحسن مني. ولكن في نفس الوقت طبعا كان عندها سلبيات. أنا ذكرت من بين السلبيات على أنها كانت الفساد. يعني كان معروفة الإجرام، ليس الفساد، الإجرام. والله أنا هذا يرجع للمؤرخين كيف يرجع إلى المؤرخين؟ كيفاش كيرجع للمؤرخين؟ لأن أنت في كثير من المغاربة يقول لك لم يكن هنالك جزائريين حكموا في الدولة العثمانية، لكن فيه أسماء كثيرة تدل على أسماء جزائرية حكموا. من هم الجزائريين الذين فمثلا العثمان أو الدولة العثمانية لم يسموا محمد، يسموا مهمت. يعني الاسم المعروف على الدولة العثمانية اسمه مهمت. فكان حكام في الجزائر بالاسم محمد، يعني ومحمد هذا جزائري ليس مهمت. أنا أظن هذه الأسماء كانت جزائرية، ليست أسماء تركية. الرئيس حميدو اسم جزائري، اسم جزائري، هذا موش تركي الأصل. فأظن أنه كان فيه اللي حكموا البلاد، ما يمكنش أن الإمبراطورية العثمانية كاينة عندكم وكاين حاكم جزائري. ما فهمتش أنا دابا. أنت تؤمن بأن لأن ولدوا في الحقبة العثمانية وتزوجوا وكما تقول مثلا عطينا شي واحد نبحثوا عليه دابا نبحثوا عليه دابا، ما عندناش مشكل. أبحث على الرئيس حميدو مثلا.
اسهل حاجه هي بحال هكا، نديرو بحال هكا الرئيس حميدو. حميدو. اوكي، هذا ليس بحاكم، هو رئيس. بلك الرئيس حميدو بن علي جزائري الأصل، كان أبوه خياطا، عشق البحر وتوجه إليه منذ صغره، حيث التحق بالبحرية وعمره لم يتجاوز 13 سنة حتى وصل إلى رتبة أمير للبحر. يعني كان يخدم في البحر، يعني ماشي حاكم. أظن أنه محمد لحظة ذكر الأسماء. هو ديري ليه تيمثال كاع. لكن انا اظن كانوا فيه جزائريين سبب راه جزائري، راه هو جزائري. ايوه جزائري. الاسماء لو نرجع لك للاسماء، فقط للاسماء، لان فيه معلومات ناقصه. اذا رجعت للبايات ورجعت تلقى فقط الاسماء وما تلقاش معلومات، لكن في الاسم حميد كان من القراصنة في البحر، كان يقرصن وتعلم مع العثمانيين ومع غير العثمانيين، حتى بربروس وبابا عروج لا هم جزائريين ولا هم عثمانيين. لا هم اظن انهم من البان اظن. ايوا هذا أيوة. انا ما عرفتش علاش نتوما كتاخذوها كانها نقص. هي ماشي نقص، هذا تاريخ. لا انا ما تاريخ، مالاش كتاخذها بنادم كنقص؟ كتقول له ما كانتش الجزائر، كيقول لك علاش تقول لي ما كانتش الجزائر؟ يا ودي كنقول لك ما كانتش الجزائر كحاكم وكنظام سميتو، كانت قبائل كاينه. القبائل كانت كمجتمع قبائلي، وكان على رأسها ما يسمى بالأمغار، وكان فيها الحكم ألا وهو حكم العرفي الذي كان يتداول سكان القبائل. غير القبائل كانت عبارة عن تجمعات سكانية ومتناحرة فيما بينها. هذا غير التاريخ، هو هذا. لا احنا ولم نقل غير ذلك اخي الكريم، احنا لم نقل غير ذلك. لا، المشكله هو لما يقول انه تاريخ الجزائر يعني يحكم تاريخ الجزائر فقط في 62. انا لا اتفق مع ذلك، بسبب انه كانت فيه ثورات وكانت فيه كفاح لخلق الهويه الجزائريه، والجزائر كانت موجوده. اما اذا احنا نسميها كمنطقه او كجغرافيا كاسم على المكان، لما نقول لك انا غرناطه او اقول لك مثلا مراكش، فلم تتغير. مراكش باقيه مراكش، لم تتغير حتى ويجي مانيش عارف شكون يسمي اسم اخر، تبقى مراكش اخي الكريم. فالجزائر يعني كتاريخ كثير يقول لك انك عندك تاريخ انت مجهول. كيف التاريخ مجهول اخي الكريم؟ ماشي التاريخ مجهول. مثلا انتم الذين تضربون في التاريخ، علاش؟ مثلا لما كيجي سميت دومير ويضرب مثلا في من، شوف كيفاش تضربون انفسكم بانفسكم. مثلا كيجي دومير كيضرب في الاصل وفي النسب ديال الملك. احنا الملك ديالنا ينتسب الى البيت، آل البيت. اوكي، كتجي انت كتضرب فيه وانت ما عرفتيش هاد الملك. كاين هناك امتداد الى الجزائر، وهذا بقول تبون الذي قال ان الجزائر امتداد للمغرب. انا غنجبدها لك حتى هي دابا وتسمعها كيف قالها تبون. الجزائر امتداد للمغرب. باش امتداد للمغرب؟ مثلا عندنا الزاويه التيجانيه. الزاويه التيجانيه كانت في المغرب، كانت في الجزائر، كانت في تونس، كانت في ليبيا، كانت في موريتانيا، لها زوايا. هاد الزوايا اش كانوا كيتعتبروا؟ كانوا كيتعتبروا هما الحاكم، كانوا كيتعتبروا كقواعد عسكريه، كمن ينظم الجهاد وينظم المجاهدين. هاد الزاويه التيجانيه لها ارتباط بآل البيت. عندك عبد القادر الجزائري حتى هو يقال ان نسبه شريف. ملي كتجي كتضرب كتقول ما كاينش، لقد انقطع في النفس الزكيه. يعني ما ضربتيش ملك المغرب فقط، اضربتي الزاويه التيجانيه كامله، حيدتيها. هنا ملي كنرجعوا للزاويه التيجانيه كنلقاو ان من انتفض ضد الجزائر، ضد
العثمانيين كان من التيجانيين. انت ما غاديش تعرفوا مثلا دابا عرفتي حميدو، انا سمعت دومير. تعرف محمد التيجاني؟ تعرف محمد التيجاني؟ انا نهز معاك دابا الليفل، نخرج معاك شويه. تعرف محمد التيجاني الذي خاض حربا والذي اعلن حركه وجمع جمع الجمع وجمع الحشود، وحتى من اهل الصحراء الذين جاءوا من اقصى جنوب الجزائر والتفوا حوله ليخوضوا معركه على العثمانيين، ولكن للاسف الشديد انقسم جمعه وباءت بالفشل. اذا كتضربوا داك الشيء اللي خصكم تفتخروا به. قليل اللي كيعرفوا، كيجي هنا كيقول لك الداي حسين، الباي حسن. مادام كتقول داي وباي فقد ضربت في الاسم اللي موراها، واخا يكون حتى الجزائري شي ملي كتسمع الداي او الباي هذا عثماني لا نقاش فيه. هنا ملي كنقول لك التيجاني، محمد التيجاني، بقى قليل من الجزائريين اللي يعرفوه ويعرفوا المعركه اللي خاضها ويعرفوا كيفاش تحرك باسم الزاويه التيجانيه. ولكن كان نعرف أن الدولة العثمانية لم تستطيع الدخول إلى المغرب، هذه نعرفوها طبعا. ماشي أبار هذا، أبار أنا كنشوف كيفاش أنتم تقصرون في رجالاتكم الحقيقيين. ما عمر شي واحد سمعته هنا كيهضر على محمد التيجاني، ما عمر سمعت شي جزائري. أنا سمعت دومير في هذه النقطة اللي تكلم فيها، لما وصل أن الجد أو الأب عنده فقط ولد، والولد هذاك عنده فقط ولد، والولد هو هذه النقطة اللي خاض فيها وتكلم فيها. إذا انتهى النسب. شوف دابا هو علاش حبس النقاش هو زين، وعلاش؟ بالنسبة لي أنا الطريقة ديالي التعامل مع هذا أنا ما كنمشيش نيشان نبدا نبحث أنا في النسب ديال الملك. أنا الوحيد اللي ما درتهاش، ما نديرهاش. أنا تما فين جبت 339 كردا، لأن كان مقصوده خبثا فرديت عليه بالخبث. والحاجة الثانية اللي درت هو أن الزاوية التيجانية إلى آل البيت، وهذاك عبد القادر اللي احنا في التاريخ اشنو قرينا؟ ما قريناهش عبد القادر، قرينا أنا نقول لك الجملة كيفاش حفظناها: استنجاد المولى عبد القادر، رغم نعلم ما عمل فينا المولى عبد القادر بالمولى عبد الرحمن. علاش كنقولوا ليه المولى؟ حبا فيه؟ لا، لأنها من أدبياتنا حنايا. مادام هو يقول من آل البيت فنحن نكرمه على أساس آل البيت. انت ملي جيتي كتضرب لي في النسب ديال الملك ديالي، انا ما غندافعش على الملك، لأن الملك ما يدافع عليه شجرة توجد وراءه. أما أنت ملي هاد النفس الزكية انقطع نسلوه، من أين جاءت له عبد القادر الجزائري النسب الشريف؟ ومن أين كان تبون يالله زار الزاوية التيجانية ودالها ما يسمى بالمرفودة؟ بأي حق زار الزاوية التيجانية؟ على أي أساس أنها الزاوية التيجانية؟ مادام النفس الزكية انقطع نسلوه، إذن هذه الزاوية التيجانية نسدوها. ياسر سالينا. تبون نعم. رئيس الدولة تبون رئيس الدولة الجزائرية. أما دومير فهو ناشط، وأنا لا أعتبره مؤرخ، أنا أعتبره مجتهد. أنا من الأجرى مجتهد في ماذا؟ مجتهد في ماذا؟ هو اجتهد. أنا اجتهد هل المجتهد يقول لك هو من القبائل الصحراوية قبيلة بوصبع؟ والله لو قال أحد المغاربة، أنا نهضر على راسي، لو أن المغرب يرشح شخصا يذهب إلى الأمم المتحدة ليترافع باسم المغرب ويقول قبيلة بوصبع عن الجزائريين، لانتقدته إلى أن يتوفاني الله. قبيلة لكن بوصبع. أنا سمعت المداخلة في الأمم المتحدة، أنا سمعت المداخلة تاعو في الأمم المتحدة، هو أعطى بعض النقاط اللي أنا أعتبرها نقاط هامة. مثلا وزير الخارجية لما اعترف بالاستقلال لم يرافع على الصحراء، وهذا النقطة هذه مهمة جدا. أنا نشوف كيفاش وزير الخارجية لما أخذ الاستقلال، المغرب لما أخذ الاستقلال يقول أنه وزير الخارجية المغربي لم يتكلم عن الصحراء. لماذا لم يتكلم عن الصحراء؟ هذا أنا أعتبره خطأ. أنا أجيبك الآن. ملي أنت كتعتبر هذا خطأ، أنا سأجيبك الآن جواب. إذا يقدر يكون خطأ ويقدر تكون أنت ترجليت ما كايناش. نقدروا نقولوا هاد المغاربة هادو حتى الرجل وقيلا ما. أنا أعتبره خطأ. خطأ من أي ناحية؟
انا تشوف، انا اعتبر انه دومير استغل هذه النقطه هذه واثارها في الامم المتحده، وهذه انا مع هذا النقطه اعتبرها انه كان خطا، ولكن في نفس الوقت اسمع تفضل. and establish with the Algerian nation new relationships based on cooperation and friendship. The recognition of the Algerian people to independence is in the interest of France itself and would be quite in keeping with her traditional and liberal traditions. Mr. Chairman, انا كنظن زينو شوف انا نتكلم على النقطه اللي تكلم عليها دومير ياسر. انا كنظن ان الخطا ابتدأ من هنا. الخطأ هو أن لما الجزائر لم يكن عندها من يترافع عنها في الأمم المتحدة، ترافع عنها شاب مغربي وهو كان لا غير صحيح يا كمال ياسر غير صحيح. أنا تفضل. هذا من هنا بدا الخطأ ديالنا احنا كمغاربة، من هنا بدات المشكلة، أن ترافع محمد الخامس في الأمم المتحدة، مندوب المملكة في الأمم المتحدة، مقاتلين. دابا غادي نعطيك مظاهرة في المغرب اللي مات فيها المغاربة وحرقت فيها السيارات ووقف فيها في 61 نصرة إلى الجزائر. ماذا قدمتم انتم لنا من غير تهمة لنا بالغدر، تهمة لنا بأننا اغتصبنا الأرض، بأنكم سلبتم الأرض، بأنكم أصاحبي وش شوف، بما أنك ذكرت هذه النقطة أنه المغرب دافع عن الجزائر، أنا أعطيك بعض الدول اللي كان عندها موقف قبل المغرب، من بينها الصين طالبت باستقلال الجزائر قبل ذلك، والسعودية كان لها دور كبير. يعني مش فقط المغرب، فيه دول كثيرة اللي طالبت وساندت القضية الجزائرية، حتى مش من العرب. أنا ذكرت لك الصين، فيه جزائريين كثير ما يعرفوش النقطة هذه. الصين حتى أنه حرب 67 شاركوا فيها ضباط طيارين من كوريا الشمالية، فيه كثير من العرب ما يعرفوش النقطة هذه. الصين من أول الدول التي طالبت روسيا، هذه الدول دافعت على الجزائر وطالبت في المقابل أخي الكريم تركيا ساندت فرنسا للبقاء في الجزائر في المقابل. يعني انا عندي حقد من جهه تركيا. هذه النقطه لا ما ننساهاش انا كجزائري، وكثير من الجزائريين لا يعلمون بهذه النقطه، انه تركيا وافقت على البقاء. تناقض مع نفسك يا زينو. لا انا نعطيك نقاط. انت يلا قلتي بان تركيا كانت سندا وكانت دفاعا عنا انا قلت الدوله العثمانيه، لم اقل تركيا، قلت الدوله العثمانيه لم اقل تركيا. شوف، الى اردوغان لا يعترف بكم الى اليوم. لا شوف، قضية تاع تركيا، احنا عندنا مشكل مع تركيا بسبب ليبيا، كان عندنا موقف واضح. مش فقط هذا، أردوغان استغل الفرصة، كان عنده صراع مع فرنسا وحاول يخلط الجزائر، والجزائر كان عندها موقف واضح انك لا تتاجر بالقضية الجزائرية. عندك مشكل مع فرنسا، افتح المشكل تاعك مع فرنسا، ما تدخلناش حنايا. وبالنسبة الآن فيه مشكلة بين تركيا والجزائر. كان المشكل الحقيقي ليبيا أخي الكريم. كان الجزائر عندها رسالة واضحة، والرئيس تبون وقالها لتركيا مباشرة أنه طرابلس نقطة حمراء، احنا نتدخل، ما نبقوش مكتوفي الأيدي. وكان هذا رسالة مش فقط لتركيا، كان رسالة للإمارات، وكانت رسالة لمصر على أنه ما يبقاش الجزائر صامدة، نتدخل، لأن كانت فيه مشاكل على الحدود الجزائرية، وحدود الجزائرية والليبية حدود طويلة، والجيش نتاعنا على الحدود، والجزائر خلصوا لها يعني الصبر، نفذ صبر الجزائر، وكان كلامه واضح، احنا نتدخل، ما تبقاش هذا هو مشكل تركيا الجزائري. لكن انا ذكرت لك نقطه تاريخيه بالنسبه للدوله العثمانيه تختلف على تركيا من بين الدول التي وافقت لبقاء فرنسا في الجزائر. دخول تركيا، كيف كان دخول تركيا؟ هل كان دفاعا عنكم، فتحا للجزائر؟ ايوه دخول تركيا دخلت تركيا بطلب جزائري. احنا لم يكن هناك مقاومه ضد الاتراك، كان طلب سند. اسمع من مجله المعارف، وهذه نتمنى انك تدخل لهذه المجله وتخليها مرجع ديالك، لان هذه المجله تسببنا لها واحد الوقيته انها توقفات، الحمد لله عاودوا طلقوها، لان فيها بحوث جامعيه جزائريه من الطراز الرفيع. العلماء الجزائريين
في الحقبه اللي غيدخلوا ملي كانوا دوك رجال الدين والعلماء ارتكبوا تمردات ضد السلطه العثمانيه، حيث نجد عديد من العلماء، ماشي المجاهدين ولا الثوار، العلماء منهم من تمرد واعلن عصيانه على العثمانيين. هنا غنوقف نقول لك انت كيفاش كتصنف هاد العلماء؟ تصنفهم عصاة، تصنفهم ضد الدين، تصنف ان علماء بلادك او العلماء ديال ذلك الوقت انهم كانوا عصاة وانهم ضد فتح اسلامي. نزيدك ألم أقل لك أن ألم أقل عندك سجل، لان هاد الشخصيات اللي كنعطيك انا عطيتك دابا الشخصيه الاولى هو محمد التيجاني، انا نعطيك شخصيه اخرى اللي هو علي الشريف الذي كان اماما بجامع الشيخ بن مخلوف بقسطنطينه، وجمع حوله جمعا من الناس، وقد قاموا بثوره سماها الفكون بثوره العامه او ثوره العوام، كما قام العالم محمد بن الحسن. اسمع العلماء ديالك شنو؟ محمد بن الحسن في جبال ناقوس بتمرد، وما لبث ان خرج اليه الجند وتمكن من الفرار، لان ما كيلقاوش السند، ما كاينش اللي يعاونهم. وعادة ما تكون تمردات العلماء على السلطه كشكل انتقادي للجرائم العثمانيين، خاصه من فيما يتعلق بالضريبه المجحفه التي تشكل عبئا وثقلا على السكان، وكذا العصيان النابع عن سوء الاخلاق التي يتعامل بها، والمشايخ الناتج عن القطيعه التي تكون بينهم وبين السلطه العثمانيه في الجزائر. ندوزوا من تمرد العلماء الى تمرد القبائل، تمرد عده عوامل، اما حدوث الازمات الاقتصاديه التي كانت دائما المحرك الاساسي لحوادث العصيان، والتطاول على ما كانوا يعتبرونه مسا بكرامتهم هذو القبائل. شوف ياسر انا قلت انه الدوله العثمانيه كان عندها ايجابيات وسلبيات. انت في نظرك انت عندك الدوله العثمانيه، نجاوبك خليني نجاوبك. شوف اي جماعه تقول قرا البحث، قرا العنوان ديالو. ايوه الافعال والاجرامات. ايوه انا معاك. انا لم اقل انهم كانوا انبياء ورسل، لا انا لم اقل ذلك يا ياسر. انا لم اقل ان الدوله العثمانيه كان يقودها الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت فيه ايجابيات وسلبيات. انا نسالك في المقابل، المملكه المغربيه هل وقع فيها تمرد؟ يا نعم او لا؟ طبعا وقع تمرد من اقرب الناس الى الملك. يعني الدوله العثمانيه هذا نورمال، هذا شيء طبيعي ان يكون فيه تمرد. كاين بعض الناس عندما يكون تمرد داخلي المغاربه مع المغاربه، ماشي بحال ملي كيجيني انا واحد يا ياسر الجنرال أوقير المغربي الجزائري. اسمعني اشنو دار لي في الجزائر؟ انه اباح لجيشه ان يفسد في انا. يعني اش من اسلام، اش من دين صاحبي؟ انتم راه خصكم تعلنوا النقمه، تربيوها في ولادكم بان هاد العثمانيين تعداو علينا كدوله او كشعب او كجزائريين. ملي كتقول هكاك راه وكانك تستبيح عرض الجزائريه صاحبي. ياسر احنا نعتبر الدوله احنا نعتبر الدوله العثمانيه على انها كانت حمايه بالنسبه لنا احنا ومساعده في نفس الوقت. هذا مستحيل على انه تتحكم انت في الجيش ككل، مستحيل ياسر. اذا انا استعملت ضباط مغاربه على الجزائر واحتجت مغاربه ضباط على الجزائر وفيه ضابط واثنين اغتصبوا جزائريه، هل المغاربه ككل يتحملوا المسؤوليه؟ طبعا لا. واذا كان فيه تمرد هذا شيء منطقي. انت لو نلجا للمحاكم في المغاربيه، الا يوجد العم ومع ابناء اخيه في المحاكم؟ هذا يتسمى تمرد. يعني اي جماعه مع ابناء اخيه ما يجمعكم انتم مع العثمانيين. أنا قلت لك احنا كنا في مرحلة ضعف كنا محتاجين المساعدة. فكانت مرحلة ضعف ما كايناش. لا احنا كان مستحيل. شوف صاحبي انا باش كنهضر معاك حط التليفون، حط التابلت، حط اللابتوب، حط عباد الله ورا التليفون قاتلين صاحبي. راه ماشي راه ثاني هذا راه الجزائريون ينصتون اليك، وليدات صغار كيسمعوا لك. خص اي كلمة تخرج يكون عليها حسيب ورقيب. تكون هذا كلام انا مسؤول ياسر، انا مسؤول على كلامي. اسمع انا نعطيك ايجابيات الدوله العثمانيه. التتار الاوكرانيين المسلمين يعود الدوله العثمانيه. البوسنه والهرسك مسلمين.
انا خلينا ناخذ مداخله. وشوف، في اول مسجد في هلسنكي بني في 1800. هذا اللي يعود للتتار. اصل التتار من الشيشان من القرم، يعني سكان القرم في اوكرانيا. وموش فقط هذو، الالبان والكوسوفو والبوسنه والهرسك والمونتينيغرو. اني نقول لك هذو كل الدول اللي ذكرتها لك الان دول منغوليا وهي شمال الشينوا ولا جنوب الشينوا. يا ياسر انا اعرف، عندي زملاء تتار يا ياسر. انا عندي صديقي متزوج من امراه تتاريه يا ياسر. التتار هذه المناطق اللي ذكرتها لك، خليك من التتار، خليني نقول لك البوسنه والهرسك والمونتينيغرو، الكوسوفو والالبان، هذو كلهم تقريبا 90% من المسلمين. هذا الفضل يعود للدوله العثمانيه. صحيح كان فيها سلبيات، اعطيتك من اكبر السلبيات الدوله العثمانيه على انه كانوا فاسدين، وبريطانيا استغلت هذا الموقف، وهذه اسباب سقوط الدوله العثمانيه. اما بالنسبه للتجاوزات اللي تتكلم عليها انت والسلبيات، انا لم انكر ذلك، كان فيها ربما بعض التجاوزات، لكن ككل عندها ايجابيات في نفس الوقت. لولا الدوله العثمانيه احنا كانت اسبانيا بقيت في الجزائر اخي الكريم. هذه حقيقه لا انكرها انا. ربما انت لا تقول لولا استعنت بالدوله العثمانيه لا انت الان ما زلت مستعمرا في اسبانيا، هذا كلام حقيقه. احنا كنا في مرحله ضعف وكان سند من الدوله العثمانيه. صحيح كانوا فيها سلبيات. شكون اللي كان؟ الجزائر في شخصي من في الجزائر كقوه وكسلاح وكجيش، وكنا في مرحله ما كناش في مرحله قويه حتى نواجه اسبانيا والبرتغال في نفس الوقت. انت تعرف ان الوهران مثلا وكل الغرب الجزائري كان مستعمر من طرف اسبانيا. لولا العثمان لبقيت اسبانيا الى يومنا هذا. كيف مستعمر؟ انتم اللي جبتوا الصبليون. كيفاش حنا جبنا الاسبانيول يا ياسر؟ انتم اللي استضفتم الاسبان. هذه يسموها يا ياسر، هذه يسموها الحروب الصليبيه بعد سقوط الاندلس يا ياسر. الصليبيه الاول. السلام عليكم. يعني الكلمه معكم، الله يرحم والديكم. تفضل. شوف الله يزيد فضلك ياسر. شوف اخي، راني نسمع على كل حال في الحوار اللي دار بيناتكم، كانه يتكلم الاخ كان الامبراطوريه العثمانيه كانها دوله ضعيفه اتت من المريخ. الامبراطوريه العثمانيه كانت حاكمه الشام حتى للمغرب العربي، فهمت يا اخي؟ ودوله مسلمه جابت الاسلام، ما جابتش الكفر، ما جابتش اللي راك تتكلم على كلام. انت كي تقولوا الكرغولي، تعرف ما معنى كرغولي؟ زواج حلال بين تركي وجزائريه ولا جزائري وتركيه، هذاك هو الكرغولي، زواج حلال. ما معنى راني قلت لك زواج تركي بجزائريه مسلمه وجواز. السي برايم تفضل. كلامك هو الكبير. بلا ما الا كنتي جايب ديك الهجوم، حنا ما باغيينش نتهاجموا. لا ماشي نهاجم، لا ماشي نهاجم. كرغولي لغه واصطلاحا ماذا تعني؟ كرغولي واش راني نقول لك؟ الكرغولي وهو اللي جا من زواج. عرفنا جا من زواج وجا من كل شيء. هذاك هو الكرغولي. باغي يسمعني. انا باغي نفهم منك. دابا هي كرغولي كلمه مركبه من كلمتين، واش عارفهم ولا لا؟ لا شوف ماناش في التركيب الكلمات، رانا في معنى الكلمه. ما معناها؟ هي كلمه تركيه، ما معناها؟ نعم هي هاني فهمتك انا معناها، دوك راح تدير لي تركيب الكلمات. لا شوف الله يرضي عليك، كرغول ما معنى كرغول؟ اشرح لنا انت يا اخي. كرغول هي ابن العبد. لا اخي لا، هذه انت اللي راك تشرحها في مره. لا والله ما انا نشرحها. صح. ما معنى سونغول؟ ما معنى سونغول؟ انا نشرحها لك. سونغول يعني انسان ينتمي الى دوله السنغال. بارك الله فيك يا حبيب البخاري، عرف تاريخيا. يعني هو من السنغال. من السنغال. اما ابن العبد من عبيد السنغال. نعم. يسمع. اما ابن العبد فهو غير معروف من اي بلد. لا راك العبك باللي شوف راك في رمضان 10 الاواخر وراك تقذف في المحصنات. رمضان انا اتحمل المسؤوليه. شوف لا انت حياتك كاع وانت تقذف في المحصنات الجزائريات، حياتك كامله. إلا اعطيتيني مره واحده قذفت جزائريا نهبط في حالي. الان كنت تقذف، الان ما عندكش 5 دقائق. شنو قلت؟
قلت الكرغولي والكل كذا والمراه والنوى ما قلت والو. يلا انا على الشيطان يا اخي. اول واحد غادي يجبد كرغولي. انا كنقول لك نعم. إذا عندك باش انا قذفت الجزائريه ولقيتيها على عام وعامين اراها نهبط في حالي. خليني نكمل. كرغول كتعني ابن العبد. الامبراطوريه العثمانيه اللي كتقولوا عنها دوله اسلاميه ملي دخلت عليكم دخلت بجيشين. الجيش ديالها ينقسم الى قسمين، قسم الانكشاري وقسم السباهي. السباهي هم الخيالة وهم العثمانيين وهم القادة وهم أصحاب المئة. كنا هم أصحاب المئة اللي كان كيكون عنده كل 100 جندي على راسها واحد. أما الانكشاري فكانوا هم أبناء متخلى عنهم، أبناء تم تربيتهم في مراكز عثمانية، وأبناء اللقطاء، وكذلك أبناء المتخلى عنهم. هذا هما الجيش الانكشاري. هذا الجيش الانكشاري كانوا كيقولوا ليه العبيد، وكان حرام عليهم محرم عليهم أن يركبوا أي دابة كيفما كانت. كانوا هما مشاة. ياسر شوف انا نعطيك نقطه تاريخيه مهمه ياسر. يلا فضلك ياسر، من فضلك. شوف انا نعطيك نقطه مهمه تاريخيه قليل من المسلمين اللي يعرفوها. شوف ملك السويد، اظن انه الملك السويد غوستاف 6 اظن دخل مع روسيا في حرب، ولما روسيا هاجمت السويد حتى لستوكهولم هرب الملك السويد إلى الدولة العثمانية. وهذه معروفة، إذا شفت آخر مرة التقى وزير الخارجية السويدي مع أردوغان تشوفها. فلم تسلم السويد الملك إلى روسيا ودخلت معه في حرب بسبب الملك السويد. هذا أليس هذا من صفات المسلمين والرجولة والكرم؟ يعني كان قادر الدولة العثمانية تتصالح مع روسيا وتعطيهم ملك السويد، فلم تعطيهم ملك السويد. واعطيك دليل قاطع 1948 يسافر ابن الملك السويد الى اسرائيل او الى فلسطين المحتلة، وتم قتله. الى يومنا هذا لا يوجد من المملكة في السويد على انه اي مسؤول من العائلة الحاكمة في السويد سافر الى اسرائيل. أما بالنسبة للسويد والدولة العثمانية فيه كتب وفيه تواريخ نفتخر بها احنا، مش فقط كجزائري، كل المسلمين يفتخرون بها للموقف هذا اللي اتخذته الدولة العثمانية. يعني فيه إيجابيات كثيرة يا سيدي. هو الموقف اللي اتخذته الإمبراطورية العثمانية شمن نعم وكذلك. السلام عليكم. ولو سمحتم يعني في عمق الموضوع، العثمانيين لم يعترفوا بكم كدولة. لما كنتوا كتقلبوا على شكون اللي اعترف بقيام دولة الجزائر، العثمانيين قالوا لا هذوك ديالنا ما يستقلوا. ياسر يبدو انك تفرق. الى غتخرج فرنسا نرجعوا حنا فين كنا. واسرائيل اعترفت، هاد اليهود هادو اللي كتهضروا عليهم اعترفوا وعطاو الصوت ديالهم لقيام دولة الجزائر. ياسر انت تفرق بين الدوله العثمانيه على كل لا العثمانيه وتركيا لازم تفرق يا اخي. لازم سامحني سي ابراهيم هو يفرق بين الدوله العثمانيه وبين تركيا العلمانيه التي اسسها محمد كمال اتاتورك. ياسر جاك قفطان القاضي الجزائري والله جاك حطه ما شاء الله تبارك الله. نعود ياسر الى استعمال العبيد هذا ماشي قفطان الجيوش. أعود إلى استعمال العبيد في طرف الجيوش. هذا ليس بجديد. قفطان القاضي هذا ماشي قفطان. والله عشتي. على كل حال راك حتى بون. هذا استعمال العبيد من طرف الدول هو ليس بالشيء الجديد على الدولة العثمانية. هو كان حتى في دولة المسلمين في الأندلس استعانوا بما يسمى بعنصر السقالبة. نعم عنصر السقالبة استعمل من طرف الخلافة أو الدولة الأموية في الأندلس. كان هذا من طرف العثمانيين أيضا. كان أيضا من طرف السلطان إسماعيل في المغرب. لما تكلمت أنت على أنه كان
كان تمرد على الدولة العثمانية. التمرد على الدولة العثمانية في الجزائر لا يقارن بالتمرد الذي حدث ضد السلطان اسماعيل، واستطاع يعني توحيد يعني جزء كبير لا يستهان به من البلاد، والتمردات في كل جهة بالاستعانة بجيش من العبيد وهو جيش البخاري. وهذا التاريخ لا نهرب منه لا كجزائريين ولا كمغاربة. نقول تلك المرحلة كان يستعمل العبيد. استعان بجيش، ما فهمتش. نعم، استعان السلطان اسماعيل، اتى بجيش اسمه جيش عبيد البخاري، هو موجود في التاريخ وفي الكتب. السلطان واخا السلطان جيش من العبيد جا الجزائر وجاب جيش هم سناغلة يسمون بجيش البخاري لانهم قسموا على كتاب البخاري. استعان بجيش وكأن السنغال كان فيها جيشا ومشى هو دار معاه واحد شكل جيش من العبيد السناغلة، شكل بهم جيش واستعان به في توحيد يعني مملكته وضرب التمردات. هذا كان شيء عادي في تلك المرحلة. نعم، انا اراه اي سلطان يقمع التمردات من هنا وهناك بالنسبه له، انا بان ندخل فيه يعني دابا عرفتوا جيش البخاري ياك؟ عرفتوا جيش عبيد البخاري يا هذا عرفتوه؟ عرفنا كل شيء. انا سميت لك معاه كان في تلك المرحله ياسر، في تلك المرحله ما تاكدوش ياسر من التاريخ. في تلك المرحله ياسر واش كان غير جيش البخاري ولا كان شي جيش اخر؟ كان قوة ضاربة والشوكة يعني التي رجحت الكفة هو ذلك الجيش، وهذا شيء عادي في تلك المرحلة، شيء عادي. حتى الدولة الأموية في الأندلس قلت لك استعانت بجيش من السكالبة، العنصر السكلوبي، هما السلاف أتوا بهم كعبيد من منطقة السلاف حاليا وهي أوروبا الشرقية. احنا ما جبناهمش استعمال. شوف ياسر كعبيد، والله كعبيد واستعمال العبيد في تلك المرحلة والله شيء عادي يعني، حتى لا نتأكد. كان فيهم القادة صاحبي، كانوا قادة الجيش منهم، لأن المولاي إسماعيل لم يكن السكالبة فيهم قادة الجيش، وقام بحملة إلى السنغال وكان حاكما على السنغال، ولا زلنا نحكم في السنغال إلى يومنا هذا. لا تحكم لا في السنغال ولا لا تحكم السنغال. اليوم رانا في دولة حديثة، رانا في الدول الحديثة السياسية من داخل تلك أمتهم قد خلت. لا خلينا مع التحديات الجديدة. لا من داخل البرلمان السنغالي أعلنت البيعة والولاء إلى ملك المغرب من طرف السنغال. تتكلم على عهد الدولة المرابطية وتلك الدولة دابا انا نعم. ذلك انا نعطيك البيعه ديال السنغال. نعم، اعود الى ما تفضلت عليه من شيوخ الطريقه التيجانيه، كذلك عن شهادتهم. هذوك عوصات بالكلام استشهدت بهم. انا اقول انه في الجزائر يعني في الاربع سنوات الاخيره وبعد عودة يعني رجال الدولة الحقيقيين، رجال الدولة الذين لا ترجف لهم يد وقت الأزمات ولا يؤمنون بالخرافات، أقول أنه قد انتهى عهد الطريقة التيجانية البوتفليكية التي تسير بالكهن والدجل والشعوذة، ونحن الآن بصدد استلهام أعظم الساعات في تاريخ الجزائر، سواء عسكريا دبلوماسيا سياسيا، بعيدا عن القبورية والكهن والسحر والشعوذة. هذه لا تقدم ولا تؤخر شيء، هذه الزاوية. يعني تقول بأنه يؤمن بالسحر والشعوذة. نحن في عهد الذكاء، كان ذلك في عهد بوتفليكا. هل تتهم تبون بأنه يتعاطى السحر والشعوذة؟ أنا أتكلم عن الطريقة التيجانية، الطريقة التيجانية عندما قامت بزيارة الزاوية التيجانية. آخر زيارة كانت 2022. آخر زيارة كانت 2022. أنا أكلمك يعني يؤمن بها في 3 سنوات.
لا يؤمن بها يتم يقول إن يتم استغلالها ويتم استغلال يعني بعدها وانتشارها، وهي من الكبورية يعني. ونحن الآن في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب السيبرانية والتكنولوجيا والإلكترونية ويعني والأسلحة الحديثة من الجيل الخامس. أقول أنه يا إخواني قد انتهى هذا زمن الطريقة التيجانية التي تسير بالكهن والدجل والشعوذة. هي لكم إذا كانت الطريقة التيجانية فهي دقيقة مسيني ساعطينا دقيقة. فهمنا ناخذ واحد المقطع فيه دقيقتين. روابط تاريخ. خلال مشاركتها في النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، أبرزت وزيرة خارجية السنغال أيساتا تالسالا الروابط التاريخية والدينية التي تجمع الشعبين المغربي والسنغالي، بدءا بإمارة أمير المؤمنين، كما تطرقت إلى التقدم الكبير الذي حققته المرأة في البلدين. اسمحوا لي أولا قبل كل شيء أن أتقدم بعبارات الاحترام لجلالة الملك محمد السادس. Le roi Mohamed VI, qui est le souverain du royaume du Maroc, mais pour le Sénégal, qui est Amr al-Muminin. الملك محمد السادس عاهل المغرب هو أمير المؤمنين أيضا بالسنغال، وأرغب كسنغاليين مسلمين أن نعبر عن احتراماتنا لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. Sa Majesté Mohamed VI. Je suis venu tout simplement. دابا هل تستطيع أنت، أنا في العلاقة ديالي مع السنغولي كما كتقول يأتيهن أبناء السنغال ويقولون أن ملك المغرب بالنسبة لنا هو أمير المؤمنين على لسان وزيرة الخارجية. هل تستطيع أنت الجزائري أن تقول بأن أردوغان هو أمير المؤمنين ديالك أنت؟ لا أقول أن أردوغان أمير المؤمنين بالنسبة إليه، لا. إذا أين هو هذا الفتح الإسلامي؟ وأين هي هذه الحماية؟ وأين هي هذه العلاقة اللي كتجمعكم أنتم مع هاد العثمانيين؟ إذا حنا حافظنا على علاقة من أيام السلطان الذي فتح ودخل إلى السنغال إلى محمد السادس. هذا لأن الروابط تقول إن أمير المؤمنين هو أمير المؤمنين ديالنا حنا. مازال غادي نعطيك كيف استقبل السنغاليين جلالة الملك محمد السادس وكيف استقبلت أردوغان. الذي رفض أن ينحني إلى العلم الجزائري.